في كل مكان حوالينا في حياة ما بنشوفهاش. إشارات غريبة بتحصل طول الوقت، رسائل صغيرة بين الكائنات محدش واخد باله منها. النهاردة هندور ورا الأسرار دي، وهنجرب نفهم إزاي الكائنات الكبيرة والصغيرة من أصغر حشرة لأضخم حيوان بتقدر تتواصل مع بعضها بطرق محدش يتخيلها. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقة النهاردة من سلسلتنا الجديدة أسرار ما وراء الطبيعة هنتكلم مع بعض عن التواصل بين الكائنات الحية، وده بيعتبر من أهم أسرار ما وراء الطبيعة. المحيط والأرض والسماء، كل مكان حوالينا مليان رسائل خفية، ألوان بتتغير، أصوات وصفارات، اهتزازات دقيقة. كل كائن عنده طريقته الخاصة في الكلام مع العالم بتاعه. يعني لو ركزت في البحر هتحس إن في حياة كلها بتتكلم. الدلافين مثلا، كل دولفين ليه بصمة صوتية مختلفة، وده جزء من التواصل الصوتي بين الكائنات دي وبعضها. اللي بيتعلمه الدولفين الصغير من الكبير بيخليه يعرف امتى يهرب وامتى يشارك في صيد أو حتى لعبة اجتماعية. لكن بالنسبة للأخطبوط ده عالم تاني. في منه النوع العادي حجمه صغير بيغير لونه بسرعة علشان يخدع الكائن المفترس أو عشان يلفت انتباه شريكه، وده تواصل بصري بحت. النوع العملاق منه طوله بيوصل لأمتار، بيبتدي يستعمل الألوان لتوضيح الحدود وإرسال الرسائل التحذيرية. أما النوع الملتوي الصغير فده بيقدر يحاكي البيئة أو يتأقلم مع البيئة اللي موجودة حواليه، وكأن المحيط كله مسرح للإشارات. في مرة مثلا تم تسجيل أخطبوط وهو بيتنكر وسط الصخور، لدرجة إن سمكة قرش فضلت تلف حواليه مش عارفة توصله، وهو ظاهر في شكل صخرة. وكل حركة وكل لون بيكون محسوب، حتى درجة اللون، وده بيبين ذكاء تواصله البصري بشكل مذهل. لكن على الأرض الوضع مختلف. النمل عنده عالم كامل، جنود بيحموا الأعشاش وعمال بيجمعوا الأكل، والملكة قاعدة في قلب العش كأنها دماغ المنظمة كلها. النمل الجيش أحيانا بيظهر بمئات الآلاف فجأة وبيختفي، وكل ده نتيجة تواصل كيميائي بالفيرمونات، واللي بيقدر يمشي وراها يقدر يشوف مسارهم المذهل. غير النمل في كائنات تانية زي الحرباية بتقدر تغير لونها على حسب المزاج أو الموقف. يعني لما بيكون في خطر قريب اللون بيتحول لألوان زاهية كنوع من أنواع التحذير، ولو بتحاول تجذب شريكها فبتظهر بلون جذاب ومختلف. ده نوع من أنواع التواصل البصري الطبيعي وبيكون متقن جدا. المثير بقى إن عين الحرباية بتخليها تقدر تراقب كل شيء حواليها. ده الأغرب من كده إن عينيها الاتنين كل واحدة منهم بتقدر تبص في اتجاه مختلف عكس التاني في نفس اللحظة. عين منهم بتدور على الأكل، والعين التانية بتراقب الجو حواليها لو في أي خطر ممكن تتعرض له. وده نوع من أنواع الذكاء الطبيعي اللي بيخليها تنجو في أصعب الظروف. أما بالنسبة لليرعات أو الحشرات المضيئة فكل نوع منهم ليه طريقة إضاءة خاصة بيه. دي كائنات بتطلع ضوء والهدف منه بيكون مختلف، مرة لجذب الشريك ومرة للتحذير، وغيرها كمان لتنظيم حدود المجموعة، وده تواصل بصري ضوئي مذهل. أما الأفيال فقصتها بتختلف شوية. لما القطيع بيحس بالخطر بيبتدي يبعت إشارات اهتزازية في الأرض لكل الأفراد اللي موجودين معاه عشان يحسوا بيها قبل ما يشوفوا أي تهديد. ده يعتبر نوع من التواصل اللمسي الاهتزازي. يعني مرة مثلا تم رصد قطيع أفيال قدر إن هو ينجو من فيضان مفاجئ بسبب الإشارات دي، وده مثال على التعاون الاجتماعي الذكي جدا بين الأفيال. وفي السماء هنلاقي الغربان، مخلوقات ذكية جدا. كل غراب بيقدر يتعرف على وجوه البشر ويبلغ باقي الغربان عن أي تهديد. بيقدروا يحموا بعضهم وبيخططوا مع بعض. ده نوع من أنواع التواصل البصري الصوتي والاستراتيجي. النهاردة شفنا عالم كله رسائل خفية، من النمل الكيميائي للدلافين الصوتية للأخطبوط والحرباء الملونة والحشرات المضيئة والأفيال المهتزة وكمان الغربان الذكية. كل ده لغة خفية للطبيعة حوالينا طول الوقت. كل كائن عنده طريقته الفريدة للتواصل مع غيره، سواء للحماية أو للتعاون، جذب الشريك، أو حتى لتحذير الآخرين. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. تابعوا معايا الحلقات الجاية من أسرار ما وراء الطبيعة، وهنكتشف مع بعض أسرار أغرب وأعمق، والطبيعة لسه مليانة حاجات محدش يعرف.